اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. احنا هنعمل كبده بدبس الرمان، سهله وبسيطه في منتهى الجمال. خشي بقى شوفيها، بسيطه وفي ثانيه بتعمليها بدبس الرمان. هحط معلقتين 3 زيت كده، هخليه يسخن قوي، وبعدين هجيب الكبده اغسلها حلو وخدتها غلوه بالخل. استنى بقى ما يسخن قوي. هنحط معلقه ثوم في الزيت كده. هجيب الكبده وما تقلبهاش خالص عشان ما تجيبش ميتها، انا عايزاها كده. هحط معلقه فلفل، نص معلقه حبهان مفروم، وكزبره خلي ريحتها حلوه تبقى ريحتها جميله. هحط نص معلقه كزبره برده، وما نقلبهاش عما المسام بتاعتها تتقفل عشان ما تطلعش ميتها. هنجيب الفلفل الالوان، اعمل شطه حاره عليها برده اهي. هقلبها بقى كده الكلام ده كله في بعضه كده اهو. دي بقى بتعملها سندوتشات للاولاد في منتهى الجمال، ما بتاخدش وقت. هجيب معلقه ملح، اهي كبده روعه روعه، جربوها، سهله وبسيطه وفي ثانيه بتعمليها. دقيقتين دبس الرمان اهو كده. الكبده استوت، ما بتاخدش 5 دقايق اهو. ونقلب كده ببعض اهو. وخلاص كده استوت الكبده. نعملها بقى سندوتشات في منتهى الجمال. كده الكبده خلصت اهي، جربوها في منتهى الجمال. دي كبده بدبس الرمان روعه. لايك وشير بقى، خش على اليوتيوب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خشي بقى على الوصفه شوفيها، في منتهى الجمال. وصفه جميله وسهله وفي ثانيه بتعمليها. لايك وشير بقى، وباي باي.